عارفين الاكله اللي ما بتاخدش نص ساعه كده تحضير على سوا ونبقى بنتغدى، جايه من بره او مستعجله من الشغل؟ يلا نعملها. نعمل طاجن سجق بالبطاطس يجنن، تغيير عن السندوتشات. لو عايزين حاجه سخنه كده وتدفي، مش هياخد نص ساعه وهيبقى خلصان. مكعب زبده على النار، زبده على زيت او زيت، اي ماده دهنيه تحبوها. بس انا السجق عندي ما كانش فيه دهون خالص، فكان لازم احط له حاجه يعني زيت او زبده. لو انتوا السجق عندكم فيه دهون، يفضل ان انتوا ما تحطوش خالص وتسيبوه يستوي في الدهون بتاعته. انا السجق عندي ما كانش فيه دهون. سخنت الطاسه كويس، حطيت الزبده، نزلت بالسجق، اديته تقليبه الاول، ويفضل تعمله كده قبل البصل، بيفرق في طعمه، بيبقى طعمه احلى كتير. اديته تقليبه قبل ما انزل، يا دوب اهو زي ما انتوا شايفين غير لونه، ما نزلش غير ما نزلش دهون تقريبا. هي دي الدهون اللي انا كنت حطاها. كنت انا مجهزه بقى بصلتين كده مقطعاهم جوانح، وطماطم، وفلفل رومي، وفلفل حامي، وفصين توم تقريبا. هديهم تقليبه مع السجق كويس جدا. طبعا الخضار ده كله هينزل ميه لغايه كده. هي طاسه سجق عادي جدا، يعني يا دوب هنسيبها تستوي، نغطي عليها ونسيبها تستوي، وبقت طاسه سجق. ممكن نعملها سندوتشات او كده. لكن لو عايزين حاجه تغيير بقى عن السندوتشات تدفي كده، خاصه الدنيا بقى داخلين على بدأنا الجو يبرد يعني، فهنعملها طاجن. انا تبلت بملح وفلفل، وحطيت اخر معلقه بهارات لقيتها عندي. ما نكترش بهارات، او حطوا البهارات اللي انتوا بتحبوها في الاكل يعني، عشان هو اصلا السجق متبل. تمام. على نار عاليه كل ده بقلبه، لان هو بعد كده هينزل ميه. زي ما قلت لكم، هي لغايه دلوقتي كده طاسه سجق، يا دوب غطوا عليها. ولو عايزين تعملوا سندوتشات تعملوه. تمام. تمام. انا بقى زي ما قلت لكم هنعملها طاجن النهارده. فانا هنزل دلوقتي. انا كنت مقطعه 3 بطاطسات، مقطعاهم بالقطاعه اللي هي بتاعه المخلل دي، يعني بيبقى شكلها حلو وظريف، وبتبقى يعني البطاطس بتستوي اسرع، بحس انها بتستوي اسرع. هديها تقليبه كده، وبرضو اتبل البطاطس بملح وفلفل، ونخلي بالنا من الملح عشان الملح بتاع السجق. وهبقى مجهزه كوبايه ميه. طبعا هي الخضار ده كله لو تاخدوا بالكم اهو نزل ميه، بس طبعا دي مش كفايه عشان البطاطس يستوي. فهنزل بكوبايه ميه كبيره مدوبه فيها معلقه صلصه. طبعا وانا شغاله كده الفرن هيبقى سخن، ببقى مشغله الفرن وسخن، واديتها لكوبايه الميه دي، وهغطي عليها تغلي غلوتين كده 5 دقايق بالكتير. وهقوم مدخلاها الفرن بقى كده ايه تتسبك وتاخد وش كويس. وممكن كمان تغطوها بفويل وتدخلوها على طول الفرن، بس احسن خلوها تاخد غلوه من فوق، بالذات لو مستعجلين، اسرع في الوقت والبطاطس بتستوي احلى كتير. غليت اهو، دخلتها الفرن وطلعت، وبيبقى ده شكلها. يعني عايزه اقول لكم حاجه كده ريحتها يعني تجنن. ما خدتش تلت ساعه ما بين تحضير وسوا، خدتش 10 دقايق في الفرن. هنحط لها حاجه دلوقتي هتنقلها في حته تانية، اوعوا تستغنوا عنها، هتخلي طعمها حلو جدا. هحط لها دلوقتي رشه من الكزبره الخضراء او البقدونس، بس الكزبره بتديها ريحه حلوه جدا. يعني عايزه اقول لكم هتنقل الطعم خالص. انا كنت بقى والبطاطس بتستوي كنت عملت معاها رز بشعريه. ادي الطاجن الحلو بتاعنا، فعلا ما خدش اي وقت وطعمه يجنن. قدمتها مع رز بشعريه وهي بتستوي في الفرن، ونص ساعه كان الاكل خلصان وكنا بنتغدى. عايزه اوريكم دلوقتي اهو، هوريكم البطاطس قد ايه مستوي، يا دوب غلوتين على النار وخد 10 دقايق في الفرن. جربوها بالطريقه دي، غدا سهل وسريع وتجديد عن السندوتشات. دايما السجق بنعمله سندوتشات او مع مكرونه، فيعني ده يعتبر تجديد شويه، وتجديد في صينيه البطاطس عن اللحمه والفراخ. جربوها بالهنا والشفا. هتغدى انا بقى.